السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي إن شاء الله عن قاعدة فور، وما هو الشكل العام لقاعدة فور. قاعدة فور طبعا لا غنى عنها في البرمجة. احنا بنستخدمها أساسا عشان لو عندنا لوب أو تكرار لأمر معين. هنا بايثون أو غيره من لغات البرمجة بيقعد يكرر فيها لغاية أما يخلص الأمر ده. بالتالي فور معناها إيه؟ بقول له طول ما الأمر ده متاح وصحيح خليه جواه لغاية أما يخلص. عشان كده على طول بعد الفور بيجي الرينج او المدى، وكأني بقول له طول ما انت لا زلت جوه الرينج ده اقعد كمل في الاوامر اللي انا هكتبها لك دي. وبعد كده بحط كولون، او لو ضغطت انتر هو هيقوم كاتب كولون، وبعدين يقوم سايب مسافة، واقوم انا مديله مجموعة الاوردرز او الاوامر اللي انا عايزه ينفذها جوه امر التكرار ده. يبقى ده الشكل العام لفور. طيب بعد ما يخلص فور يعمل ايه؟ هيروح يشوف اي جزء في الكود انا مديهوله بعد كده ينفذه. حتى انا قايل له anything you want، اي مجموعه كود عايز تنفذها بعد ما يخرج من امر فور انت اكتبها له هو هينفذها. وطبعا بتبدا من اول السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب تعالوا مع بعض نشوف المثال بتاع الفور اللي احنا كاتبينه ده. ده جزء من كود بيقول لي for x in range 20، فور اكس ان رينج 20 كولون. بنزل تحت فور واقول له برنت اكس، بخرج خالص واقول له برنت اند ذا بروجرام. الكود ده او جزء الكود ده معناه ايه؟ هنا انا عرفت متغير اسمه اكس، واكس ده في الرينج من 0 ل 19، وبالتالي بقول له طول ما اكس داخل الرينج ده اعرض لي قيمة الاكس. بالتالي في اول مرة هتبقى قيمة اكس بزيرو، وهيروح يطبعها، وبعدين يرجع تاني يلاقي اكس لا زالت في الرينج وقيمتها بواحد، يقوم نازل وطابع لي قيمة الاكس اللي هي واحد، ويقوم راجع تاني على فور يلاقي اكس بقت باتنين، يعني لا زالت في الرينج، يقوم نازل طابعها لي، يطلع تاني على فور يلاقي اكس بقت بتلاتة، يعني لا زالت في الرينج، يقوم نازل طابعها لي لغايه اما يوصل لغايه 19 اكس لا زالت في الرينج، يقوم نازل طابعها، يرجع تاني لاكس بقت ب 20، طلعت بره الرينج. في الحاله دي انا مش هاخدها في حساباتي، وبالتالي هيعرض لي فقط من 0 لغايه 19 تحت بعض في عمود كده. وبعد ما يخلص اكس 4 خالص هيقوم طالع بره امر التكرار ده، لان بقول له برنت اند ذا بروجرام. هيقوم عامل ايه؟ هيقوم رايح منفذ الجمله دي. يبقى في الاول خالص هو بيروح يبص على اول قيمه في الرينج، هيلاقيها بزيرو، هيروح يطبعها، يرجع تاني لفوق يلاقي القيمه بقت بواحد، هيلاقيها لسه في الرينج، يقوم طبعها لي، يرجع تاني لفوق، وهكذا هيستمر الامر غايه اما الشرط ينتهي. يعني لما يخلص كل قيم الرينج من 0 لغايه 19، بعدها هيلاقي القوه بقت ب 20، يقوم خارج بره فوق لان انا طلعت بره بقى الرينج. هيخرج بره فوق يلاقي انا بقول له ايه؟ برنت اند ذا بروجرام. هيقوم رايح عارض لي مين؟ عارض لي اند ذا بروجرام، بس قبلها يكون عارض لي الرينج من 0 لغايه كام؟ من 0 اهو لغايه 19 زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. ممكن حد يسالني سؤال: هل ينفع اغير في الرينج زي ما اخدنا قبل كده في تغيير الرينج، اللي انا اديله مثلا البدايه والنهايه، اديله البدايه والنهايه والخطوه او الستيب؟ هقول لك طبعا ينفع. هغير في الرينج زي ما عملنا قبل كده بالظبط. بدل ما بديله رقم واحد، ده انا هخليه ياخد الرينج ده. هخليه ياخد ايه؟ ياخد الرينج مني. ممكن اقول له مثلا ابدا من رقم معين وانتهي عند رقم معين. زي مثلا الجزء الكود اللي هو قدامي ده، بقول له ايه؟ فور اكس ان رينج 10 و20. معناها ان انا بقول له اكس كمتغير هتشيل القيم من 10 لغايه 19. لغايه كام؟ 19. يبقى انا هنا عرفت متغير اسمه اكس، واكس جواه المدى من 10 لغايه 19. فطول ما هو داخل المدى ده بقول له ايه؟ اعرض لي قيمه اكس.
ولما تطلع بره المدى روح اعمل لي، اعرض لي مين، اطبع لي او اعرض لي اند ذا بروجرام. اند ذا ايه، ذا بروجرام. وفي الحاله دي لما اجي اقول له رن هيقول لي والله انا هبدا من 10 لغايه 19، وبعد كده هطلع بره رينج هلاقيك بتقول لي برنت اند ذا بروجرام. هقوم عارض لك اند ذا ايه، هقوم عارض لك اند ذا بروجرام. وبرده حاجه تانيه، انا هنا جزء من الكود عايزكم انتوا اللي تقولوا لي بقى الجزء من الكود ده خارجه ايه. فور اكس ان رينج 10 20 2. هنا بعرف متغير اسمه اكس، واكس جواه القيمه من 10 غايه 19، بس في كل مره هياخد رقم ويسيب رقم. وطبعا هيبدا من الرقم 10، يعني هياخد 10 ويسيب 11، هياخد 12 ويسيب 13، هياخد 14 ويسيب 15، وهكذا غاية 18. ليه 18 مش 19؟ لأنه بيزود عدد زوجي. بيزود إيه؟ عدد زوجي، وال20 مش معايا، بالتالي هيقف عند كام؟ عند 18. ولما يخلص الرينج أو فور كلها هلاقيني بيقول له إيه؟ برنت إند. هيقوم رايح طابع لي مين؟ طابع لي إند. بدأ من 10 ساب 11، خد 12 ساب 13، وهكذا. ولما طلع او خلص جمله التكرار كلها لاني بقول له ايه، لاني بقول له اند، ام رايح طابع لي ايه، كلمه اند. خد بالك بقى من حته مهمه جدا. ممكن نعمل فور في سطر واحد، ممكن نعمل فور في سطر واحد. هعملها في صوره كما لو كانت ليست. هعملها في صوره كما لو كانت ايه، كما لو كانت ليست، زي ما احنا شايفين كده قدامنا كده بالظبط. يبقى انا عرفت متغير اسمه ايه. ايه ده بقول له ايه؟ بقول له ايه في البداية هو عبارة عن متغيرين هما اكس وواي. ايه هو عبارة عن ايه كمتغير جواه بقى القيمة اللي جاية دي كلها. طب ما هي القيمة دي اصلا؟ بقول له اهو ايه عبارة عن متغيرين. المتغيرين دول هما مين؟ هما اكس وواي. كويس جدا. بعد كده بقول له عناصر المتغير اكس في الرينج من 0 ل 4، لان بقول له رينج 5. وكذلك عناصر المتغير واي في الرينج من 0 لغايه برضو كام؟ لغايه 4. في الحاله دي هيروح الاول ياخد عنصر من اكس اللي هو الزيرو او العنصر في اكس مع كل عناصر واي 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4، ويحط كل عنصرين في طابل. يبقى 0 0 في طابل صغيره، كوما 0 1 في طابل ثانيه، كوما 0 2، وهكذا لغايه 0 كام؟ 4. ولما يخلص هيروح ياخد تاني عنصر في اكس اللي هو واحد، واحد وزيرو، واحد وواحد، واحد واثنين، واحد وثلاثة، واحد واربعة. يبقى هو مش هيخرج من واي غير لما ياخد جميع عناصر واي مع عنصر من عناصر اكس. خد الزيرو في اول مرة مع جميع عناصر واي، خد الواحد في تاني مرة مع جميع عناصر واي، خد الاثنين في تاني مرة مع جميع عناصر واي، خد الثلاثة في ثالث مرة مع جميع، وهكذا لغاية الأربعة مع جميع عناصر واي. تمام كده؟ ولما يخلص خالص هيقوم عامل لي ايه؟ طابع لي قيمه الايه. وفي الحاله دي لما اقول له رن هلاقي الليست بتاعتي متعرفه بالشكل ده 0 0. طبعا كل عنصرين محطوطين فيه طابل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى 0 0 0 1 0 2. يبقى هو مش بيخرج من واي خالص غير لما يخلص جميع عناصرها مع عنصر من عناصر مين؟ مع عنصر من عناصر الايه؟ الاكس. هقول لك تاني. طيب هل ينفع نعمل كل القواعد اللي اخدناها في الرينج زي ما قلنا قبل كده؟ ينفع. ازاي؟ انا هعرف ايه وايه ده عباره عن ليست زي ما احنا شايفين كده. والليست ديت فيها بايه؟ بعرف متغيرين هما اكس وواي، واقول له اكس في الرينج من برضه من 0 ل 4، وواي في الرينج من 0. خد بالك بقى مش من 0 ل 4 بقى، واي في الرينج من 5 لغايه 20، وخد رقم وسيب 4. يبقى 5 هيسيب 6 و7 و8 وياخد، وهكذا لغايه ما يخلص. ده برضه اوبشن احنا عملناه قبل كده. وفي الحاله دي هيروح ياخد 0 مع جميع عناصر واي، وبعد كده ياخد 1 مع جميع عناصر واي، وبعد كده يرجع ياخد 2، وهكذا لغايه اما ايه، لغايه اما يخلص اللوب بتاعته او التكرار بتاعه اللي انا قايله له.
خد 0 مع 5 و10 و15 و20، وبعد كده خد 1 مع 5 و10 و15، وبعد كده خد 2، وهكذا لغايه ما يخلص. طيب ماذا لو بدلت برضه، خليت اكس بقى دي اللي انا هغير في الرينج بتاعها، خليت اكس من 5 لغايه 10، وواي برضه زي ما هي من 5 لغايه 20، وياخد رقم ويسيب 4. نفس الحكايه، هو فقط اللي اتغير هو رينج اكس بقى من 5 لغايه 10، هياخد مره 5 مع جميع عناصر واي، ومره 6 مع جميع عناصر واي، ومره 7 لغايه 10 مع جميع عناصر واي. وبالتالي لما اقول له رن، هيقول لي والله ده الليست بتاعتك المكونات بتاعتها بالشكل اللي هو قدامك ده. وينفع برضه اخلي رينج اكس زي رينج واي، برضه اقول له اهو الرينج بتاع اكس من 5 لغايه 10، وخد مره رقم وسيب رقم. بس واي من ايه، من 5 لغايه 20، وخد رقم وسيب 4. عادي جدا، ينفع اغير براحتي خالص زي ما انا عايز. وفي الحاله دي لما اقول له رن، هلاقي خد الخمسه في الاول مع اكس مع كل عناصر واي اللي هي 5 و10 و15 و20. بعد كده خد السته مع كل، طبعا مش هياخد السته لانه ايه، خد رقم وساب رقم، هياخد السبعه مع كل عناصر واي. ولما يخلص هيسيب الثمانيه وياخد التسعه مع كل عناصر واي. ولما يخلص هياخد مين، هيجي يسيب رقم، هلاقي نفسه راح لل 11. ال 11 مش معايا، وبالتالي الستة والثمانية والعشرة هلاقيهم مش موجودين معايا. يبقى ده هو الرينج بتاع اكس مع الرينج بتاع واي. في الحالة دي هو مش بيطلع من واي غير لما يخلص كل عناصرها مع عنصر من عناصر مين؟ مع عنصر من عناصر المتغير اكس.